واش عمرك تخيلتي ان آلة تقدر تبدل حياتك كاملة؟ واش عمرك فكرتي ان الذكاء الاصطناعي اللي الناس كيهضروا عليه كاملين اليوم يقدر يكون السبب اللي غادي يخليك تحقق الفلوس والنجاح اللي عمرك حلمتي بيهم، ولكن في المقابل يقدر حتى يخليك تندم طول حياتك حيت ما بديتيش في الوقت المناسب. العالم كامل كيتبدل بسرعة مخيفة، والناس اللي مازالين عايشين بعقلية قديمة غادي يلقاو راسهم متأخرين بزاف. اليوم ما بقاش ضروري تكون عندك شركة كبيرة ولا راس المال ضخم ولا شهادات حتى أنها تكون كبيرة. اليوم عندك فرصة حقيقية تبدأ غير بتليفونك وانترنت، ولكن السؤال الحقيقي هو واش عندك الجرأة باش أنك تبدأ؟ واش أنت مستعد؟ الناس اللي فهموا الذكاء الاصطناعي بكري بداو كيربحوا الفلوس بطرق ما كان حتى واحد كيتوقعها. شي ناس بداو يصنعوا فيديوهات، وشي ناس بداو يخدموا اونلاين، وشي ناس صنعوا مشاريع كاملة وهما جالسين في ديورهم. والسبب واحد، فهموا ان المستقبل تبدل. من العهد ديال كورونا لحد الان بزاف ديال الناس ولاو كيخدموا اونلاين ولاو كيحققوا مداخل اللي كبيره بزاف، ولكن اغلب الناس مازالين ناعسين، مازالين كيتفرجوا، مازال كيضحكوا على اي واحد كيحاول يطور من راسه. والمشكل هو ان نفس الناس هما اللي من بعد سنوات غادي يكونوا اول الناس كيندموا. شوف الحقيقة اللي بزاف ما بغاوش يسمعوها، المستقبل ما غاديش يرحم الإنسان اللي رافض يتعلم. العالم اليوم كيتقدم كل نهار والتكنولوجيا كتطور بسرعة، واللي غادي يبقى واقف غادي يضيع. يمكن انت دابا حاس براسك عادي، يمكن كتقول النجاح صعيب، يمكن كتظن ان الاغنياء عندهم حظ اكثر منك، ولكن الحقيقه مختلفه تماما على هذا الشيء اللي كيبان لك. الفرق الحقيقي بين الناس الناجحين والناس الاخرين هو ان الناس الناجحين بداو قبل كل شيء، بداو قبل ما يبداو الناس كاملين. وكل واحد ناجح اليوم كان في شي نهار انسان عادي، كان خايف، كان متردد، وكان كيسول راسو واش يقدر ينجح ولا لا، ولكن الحاجة الوحيدة اللي دارها هي أنه بدأ. الذكاء الاصطناعي اليوم عطى فرصة جديدة لأي إنسان عنده طموح أنه يغير حياته. اليوم تقدر تدير خدمة من دارك، تقدر تصنع محتوى، تقدر تخدم مع شركات، تقدر تطلق مشروعك الخاص بك، وحتى تقدر تبني مصدر دخل يخليك حر ماليا. ولكن واش عارف شنو هو المشكل الكبير؟ الناس كيبغيو النتيجة بلا تعب، كيبغيو الفلوس بسرعة، كيبغيو النجاح بلا صبر، وهذا راه عمره ما كان واقع. اي نجاح حقيقي كيبدا بعقلية قوية، كيبدا ملي كتقرر انك توقف في الاعذار، ملي كتقرر انك تتعلم، ملي كتقرر انك ما تبقاش نفس الشخص اللي كنتي عليه البارح. راه اكبر سجن يعيش فيه الانسان هو انه كيقتنع انه ضعيف وانه ما يقدرش يبدل حياته، ولكن الحقيقة هي أن أي إنسان يقدر يبدل حياته إلا بدل العقلية ديالو. شخص مش حال هادي يعني كان عادي جدا واليوم ولا ناجح فقط حيت قرر يتعلم مهارات جديدة، وشحال من شخص ضيع حياته كاملة حيت كان خايف يجرب. الخوف عمره ما غادي يعطيك حياة أفضل، بالعكس الخوف كيحبسك في ديك الدائرة اللي انت فيها وكتبقى في نفس المكان. أما الجرأة فهي اللي كتخلق لك فرص باش أنك تطور من راسك وتزيد القدام. اليوم الناس اللي كيعرفوا يستعملوا ال AI عندهم قوة كبيرة، عندهم سرعة في الخدمة، عندهم فرصة أكثر، وعندهم إمكانية يصنعوا مستقبل مختلف تماما. تخيل معايا أنك بديتي من اليوم، تعلمتي كل نهار حاجة صغيرة، بعد أشهر قليلة غادي تولي شخص مختلف تماما. الثقة ديالك غادي تكبر في النفس ديالك، الأفكار ديالك غادي تتبدل، وحتى الطريقة ديال النظرة ديالك الحياة غادي تتغير. وما توليش تقول راه الدنيا ما عطاتناش وراه الناس اللي ناجحين كان عندهم حظ فقط. النجاح ما كيجيش صدفة، النجاح كيجي مع تراكم خطوات صغيرة. كل نهار، كل يوم كتتعلم حاجة جديدة، كل نهار كتطور من راسك، كل نهار كتقرب أكثر الحياة اللي بغيتي. ولكن خاصك تفهم واحد الحاجة اللي مهمة، الوقت راه كيجري، وكل دقيقة كتضيعها اليوم راه شخص آخر كيستغلها باش يزيد القدام ويسبقك. ويمكن الناس اللي دايرين بيك راه غادي يضحكوا عليك في البداية،
يمكن كيقولوا عليك راه غير كيحلم بزاف، ولكن الناس ملي غادي تشوفوا النتائج اللي حققتيها غادي يوليو يسولوك كيفاش درتي ليها، ويوليو يقولوا لك حتى انت عندك حظ باش انك وصلتي وباش انك نجحتي. فهذا هو الفرق بين الانسان اللي كيحاول والانسان اللي كيبقى غير كيتفرج. الحياه قصيره بزاف باش تبقى حابس راسك في الخوف، وصدقني الندم اصعب بزاف من المحاوله. يمكن تفشل مرة جوج وحتى 10، ولكن كل مرة كتحاول غادي تعلمك حاجة جديدة. أما الإنسان اللي ما كيحاولش أصلا ما عمره ما غادي يعرف شنو كان يقدر يوصل ليه. الذكاء الاصطناعي ماشي غير تقنية، راه بداية عصر جديد كامل، والناس اللي غادي يفهموه دابا هما اللي غادي يقودوه المستقبل زوين إن شاء الله. إما تكون من الناس اللي غادي يستغلوا الفرصة، وإما تكون من الناس اللي غادي يتفرجوا في الآخرين وهما كينجحوا وكيقولوا لك عندهم حد فقط. القرار عندك دابا، يا إما تبقى نفس الشخص اللي كنتي البارح، يا إما اليوم تصنع نسخة جديدة منك، نسخة قوية، نسخة ناجحة، نسخة عندها عقلية الفوز. وإذا كان فعلا باغي تبدل حياتك راه خاصك تبدأ من هذه اللحظة، حيت المستقبل راه ما كيتخلقش بالحظ ولا كيتخرق بشي حاجة اللي يعني ماشي عادية. راه المستقبل كيتاخد بقرارات بسيطة اللي كتاخدها في ديك الساعة اللي قررتي أنك تبدل، واللي يمكن اليوم القرار اللي غادي تاخده دابا يكون هو القرار اللي غادي يبدل حياتك كاملة. ولكن خاصك تفهم واحد الحقيقة اللي كتوجع بزاف ديال الناس ماشي غير يعني اي واحد بغى واحد الهدف بدون تعب غادي يوصل له. راه النجاح ماشي غير فكرة جميلة في العقل فقط، راه النجاح هو نتيجة ديال الاختيارات الصعيبة اللي كديرهم كل نهار. هو انك تفيق بكري وانت ما باغيش ولكن تخدم، هو انك تتعلم وانت حاس براسك عيان، هو انك تكمل حتى ملي ما كيكونش عندك الحماس، حيت بزاف ديال الناس كيبداو بحماس كبير ولكن قليل اللي كيكملوا حتى النهايه. والفرق بين اللي كيوصل واللي كيتوقف في بلاصتو هو الصبر. تخيل معايا انك باغي تبدل حياتك، بديتي كتعلم مهارات جديده في الاي اي. في الاول كان كيبان لك كل شيء صعيب وكل حاجة جديدة كتخوفك، ولكن مع الوقت بديتي كتعلم شوية بشوية، وكل نهار كتزيد معلومة صغيرة، وكل أسبوع كتزيد مهارة جديدة. بعد شهر غادي يولي يبان لك واحد التطور كبير، بعد 3 شهور غادي تولي كتعرف كيفاش تخدم مشاريع بسيطة، وبعد 6 شهور غادي تولي كدير فلوس من الخدمة ديال الاي اي، وبعد عام غادي تولي شخص آخر تماما. هذه قصة ماشي حلم، هاد القصة ممكن تبدل لك حياتك، ولكن الشرط الوحيد هو أنك تبدأ. المشكل الكبير راه في المجتمع اليوم هو أن الناس كيبغيو يشوفوا النتيجة قبل ما يبداو، كيبغيو يشوفوا النجاح واجد، كيبغيو الفلوس بسهولة، ولكن الحياة راه ما كتخدمش بهذه الطريقة. أي حاجة عندها قيمة خاصها وقت، أي حاجة كبيرة كتطلب تضحية، وأي نجاح يعني عنده تاريخ ديالو كيكون طويل ومحاولات وفشل وتطيح وتنوض وكتقاتل تتوصل. شوف الناس الناجحين اللي كيشوفوهم دابا في السوشيال ميديا، واش ما بداوش هما من انهم طاحوا ناضوا؟ ماشي، راه ما بداوش من القمه، راه بداو حتى هما من الصفر، بداو من بلاصات صعيبه بزاف، ولكن الفرق هو انهم ما وقفوش. الذكاء الاصطناعي اليوم ماشي غير اداه، راه بحال باب كبير محلول قدامك، اللي دخل ليه بكري غادي يربح، واللي بقى واقف كيتفرج غادي يضيع الفرصه ديالو. تخيل معايا واحد الشخص خدام من دارو، كيصايب فيديوهات، كيكتب محتوى، كيخدم على مشاريع وكيستعمل الاي اي باش يسرع الخدمه ديالو، وفي نفس الوقت شخص اخر باقي كيقول هادشي ماشي ديالي، هادشي صعيب، غادي نبدا غدا، غادي نبدا بعد غدا. بعد عام الاول غادي تلقى عنده واحد الدخل اللي زوين، عنده مهارات، عنده مستقبل زوين، والثاني راه باقي في بلاصتو ما دار حتى شي فرق. هذا هو الفرق الحقيقي، ماشي الذكاء الاصطناعي، ماشي الحظ، ولكن القرار ديال البدايه. واش عارف شنو اخطر حاجه في حياتك؟ هي التسويف، انك تقول غدا، انك تقول من بعد، انك تقول ملي نكون واجد. ولكن غدا ما كيبداش، الوقت كيدوز والفرص كتمشي، وكل نهار كتأجل فيه البدايه راه كتخسر فرصه جديده. راه
شي حد اخر بدا بلاصتك وما تسناش، تعطات له الفرصه وتقاتل من اجلها. يمكن دابا كتقول فراسك ولكن انا ما عنديش تجربه، انا ما فاهمش، انا ما قادرش، ولكن الحقيقه هي ان اي واحد ناجح دابا راه حتى هو في الاول ما كانوش عنده المعلومات كافيه، ولكن كيتعلم، كان كيحاول وكان كيصبر. الفشل ماشي هو النهايه، الفشل هو جزء من الطريق. كل مره كطيح فيها كتعلم كيفاش توقف، كل مره كتغلط فيها كتقرب للنجاح ديالك. الناس اللي كينجحوا ماشي لانهم ما غلطوش، ولكن لانهم ما استسلموش. دابا رجع معايا الفكره الحقيقيه اللي بغيت نقولها لك. الا بديتي دابا تخيل فين تقدر توصل من دابا سنه، تخيل فين تقدر توصل من دابا 3 سنين، تخيل كيفاش غادي تشوف حياتك وكيفاش غادي تبدل حياتك قدامك. ولكن الا ما بديتيش تخيل نفسك كذلك نفس المشكل ونفس الفلوس ونفس الروتين. الفرق كبير بزاف ولكن القرار راه صغير. كل حاجه كتبدلها في حياتك كتبدا بخطوات صغيره، ماشي بقفزه كبيره ولكن بخطوات ثابته. اليوم عندك فرصه ما كانتش عند الناس اللي قبل منك، عندك الانترنت، عندك الاي اي، وعندك ادوات قويه تقدر تخدم بها من دارك. ولكن هاد الادوات ما عندهاش حتى قيمه الا ما استعملتيهاش. الفرق بين الناس الناجحين والفاشلين ماشي في الامكانيات ولكن في الاستخدام. واحد كيستعمل ادوات ديالو باش يبني بها، وواحد كيستعملها غير باش يتفرج فقط. والا بقيتي غير كتفرج راه غادي تلقى راسك من بعد سنين كتقول يا ريت كون بديت قبل، ولكن ندم ما عنده باش غادي ينفعك حيت غادي يكون فات الفوت. حيت الوقت راه ما كيرجعش للور والفرص ما كتعاودش تعطى بنفس الشكل. ودابا السؤال الحقيقي اللي خاصك تسول راسك هو شنو غادي دير اليوم باش تقدر تبدل حياتك وباش تقدر انك تبدا. واش غادي تبقى كتفرج ولا غادي تبدا بخطوات صغيره؟ يمكن الخطوات تكون بسيطه، تعلم حاجه جديده، تعلم تشوف فيديوهات تعليميه، تجارب اداه الاي اي، تكتب فكره، تبدا مشروع صغير. ولكن المهم هو البدايه، حيت البدايه كتخلق الحركه، والحركه كتخلق تغيير، والتغيير كيوصلك للنجاح. وما كاين حتى نجاح بلا بدايه، وما كاين حتى تغيير بلا قرار. بدا دابا وتخيل راسك من بعد عام كيفاش غادي تكون، كيفاش غادي تولي، وشنو هما الحوايج اللي غادي تحقق. وإلا وصلتي حتى لهنا راه هادشي ماشي صدفه. يمكن هاد الفيديو هو اللي خاصك تسمعوا اليوم، وإلا حسيتي براسك انك استفدتي منه ولو بشي حاجه بسيطه ما تنساش دير لايك وتشارك في الفيديو، وكذلك تشارك الفيديو مع الناس اللي كتعرفوا هم تقدر تبدل ليهم حياتهم وتقدر انك تعاونهم بزاف. ما تنساش كذلك دير ابوني للقناه باش ما يفوتك حتى شي جديد من قناه عقل النجاح، وتكتب لي في التعليقات شنو هي اكثر حاجه خلاتك تفكر فيها اليوم من بعد ما شتي هذا الفيديو. نشوفك في الفيديو الجاي.